وسبحان الله أحيانا ترسل جارة لجارتها خبزة واحدة وتظن أنها قليلة، وتصادف عند جارتها حاجة شديدة حتى ولو كان بيتا غنيا، تصادف حاجة شديدة فيفرحون بها. ولو لم تصادف حاجة فإن الجارة تشعر بماذا؟ بمحبة جارتها لها وذكرها لها وإحسانها إليها، وهذا يمتن ماذا؟ العلاقة بين الجيران. والذي يعيق هذا الأمر، الذي يعيقه ويعطله بين الجيران ما هو؟ نعم، هذا قليل، هذا ما يكفي، لا ترسل هذا يحرجنا مع الجيران، ما يكفي هذا عطل كثير من الخير، عطل كثير من الخير. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. هذا الحديث يعدل مشكلة موجودة في المجتمعات، وهي احتقار المعروف، احتقار القليل.